ارحبوا يا الربع، يلا حيهم، مساكم الله بالخير. يا جماعة في قصة يعني فعلا مؤثرة، دمعت عيني منها فعلا. يا جماعة شيء مذهل. هذا فالح بن حمود البلوي. القصة ترى حقيقية يعني. كان متجه لسباق الهجن في تبوك، رايح يبي يشتري له هجن إبل له ولصديقه الإماراتي محمد بن زايد المنصوري، موصيه يدور له بعد. المهم هو في الطريق لقى سوداني يأشر على الطريق، يبي أحد يوصله. وقف له: وش عندك؟ قال: أنا أبغى أروح لتبوك وما معي يعني فلوس يعني أركب فيها مواصلات وكذا. قال: اركب. يوم ركب معه ويسولف معه قال: وش عندك في تبوك؟ قال: والله أنا اتصلوا علي بكرة قصاص. قال: بكرة قصاص قاتل أخوي الله يرحمه من الجنسية الإثيوبية، القاتل من الجنسية الإثيوبية، اسمه سعيد عمار. قال: أعوذ بالله، وش السالفة، وش اللي وكيف صارت الحادثة؟ قال: هو زميله في العمل وحصل اللي حصل وقتل أخوي وبكره قصاصه، فمتصلين علي عشان أحضر. قال: متى السالفة، متى صارت؟ قال: قبل 5 سنوات. قال: طيب ما في أحد تدخل من أهل الخير؟ ما في أحد عرض دية عليكم شيء؟ قال: لا والله. قال: طيب ممكن أسألك؟ قال: تفضل. قال: طيب كيف وضع أسرته، عياله، زوجته، أخوك الله يرحمه؟ قال: والله عنده عيال أيتام وإحنا في حالة فقر قال: حالة أسرته فقيرة جدا تحت خط الفقر، عنده عيال أيتام وحالتهم مرة يعني صعبة يعني الصدق. قال: طيب خذ جوالي واتصل على زوجة أخوك الله يرحمه وقل لها فيه هدية 1,000,000 ريال، تتنازل ولا لا؟ السوداني في حالة ذهول وفي حالة صدمة. كيف؟ قال: خذ الجوال واتصل على زوجة أخوك الآن. أخذ الجوال واتصل على زوجة أخوه. مرحبا أم فلان. قالت: أهلا وسهلا. قال: أنا معي واحد سعودي عرض دية مبلغ 1,000,000 ريال مقابل التنازل عن قاتل أخوي الله يرحمه. أخوي توفى الله يرحمه والمبلغ مبلغ جيد، وانتم في حاجة الفلوس وفي حاجة تحسين وضعكم واخونا راح الله يرحمه واللي صار مقدر ومكتوب، ولا حنا بنقدر نغير شيء ولا راح نستفيد اصلا من قتل هذا شيء، فوش رايك؟ سكتت زوجة اخوه شوي ثم ردت قالت: اذا انت جاد انا موافقة، توكل على الله. نزل الجوال وقال للسعودي اللي هو فالح بن حمود البلوي: موافقين. وقف فالح على طول السيارة على جنب الطريق ونزل وهو يكلم صديقه اللي موصيه يشتري له هجن اللي هو الإماراتي محمد بن زايد المنصوري. السلام عليكم يا أبو زايد، كيف حالك، عساك طيب؟ قال: بخير الحمد لله. ها بشر، لقيت لنا إبل. قال: لقيت لك ب1,000,000 ريال وربحها مضمون. قال: شريت، توكل على الله. قال: بس ما هي. المهم قال له: بيعه ب1,000,000 ريال وربحها مضمون، لكن ما هي مع الناس. قال: شلون ما هي مع الناس؟ انت قاعد تعطيني الغاز، عطني العلم. قال: تشتري رقبة وتعتقها لوجه الله سبحانه، لوجه الله تعالى، ب1,000,000 ريال، وترى أخو المقتول معي، وترى قصاص القاتل بكرة. قال محمد بن زايد المنصوري: شرينا وتوكلنا على الله، ربحها مضمون مع الله سبحانه وتعالى. قال: وانسى موضوع الإبل وارجع ما عاد لنا فيها، لكن روح خلص موضوع الرجال والآن أحول لك 1,000,000 ريال. وفعلا يا جماعة يعني قشط شعر جسمي، وقف موقف قشعريرة، وحولوا 1,000,000 ريال. بنزل لكم المقطع الإثيوبي وفالح بن حمود
بنزل لكم مقطع الاثيوبي ومعه فالح بن حمود البلوي. وهذه كانت قصتنا، تجارة بيعة مع الله سبحانه وتعالى، ربحها مضمون. أه تحسب أو في حساب فالح بن حمود البلوي ومحمد بن منصور، محمد بن زايد المنصوري. الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم، ويا حظهم بالأجر، ويا حظهم بالأجر، يا حظهم. جماعة التجارة مع الله تجارة لا تبور، ربحها مضمون. شوفوا كيف. بنزل لكم المقطع، وكانت هذه نهاية قصتنا. أتمنى أنكم يعني أتمنى أنها وصلت الرسالة. احنا مقبلين على رمضان، في عوائل، في أسر، في ناس ما تلقى اللي تاكله. يعني ما هو بشرط اعتاق الرقاب بس. بالتوفيق لنا ولكم.